هلو لويت. النهارده اقول لكم مثل بالالماني ومعناه بالعربي. ومش بس كده، كمان هقول لكم القصه بتاعت المثل ده. بس قبل ما نبدا، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. لوس جيتس. في مثل بيتقال: لما تساعد حد وفي الاخر ينسى مساعدتك ليه، يعني يغدر بيك. Und dank ist der Weltlohn جزاء وجزاء سنمار. مين هو سنمار؟ سنمار ده كان اشطر مهندس في زمانه، ومشهور جدا انه بيعمل مباني مفيش زيها. وكان في زمانه ملك اسمه النعمان بن المنذر، جابوا طلب منه يبني له قصر كبير وفخم، حاجة الناس تتكلم عنها سنين. سنمار اشتغل فترة كبيرة لحد ما خلص القصر، وفعلا طلع شكله رهيب. ولما الملك شافه اتبسط جدا. ولما جه وقت المكافأة، الملك اداه مبلغ قليل مش على قد الشغل ولا التعب اللي شافه. سنمار اتضايق وقال للملك: على فكرة انا لو اخدت فلوس اكتر من كده اقدر اعمل قصر احسن من ده بكتير، وكمان المبنى ده انا عامله على حافة صخرة محدش يعرفها غيري، يعني لو حبيت اهدمه هدمه. الملك اول ما سمع الكلام ده خاف، وقال لنفسه: لو سبت الراجل ده ممكن يهدم القصر في اي وقت، وكمان ممكن يبني لحد تاني قصر احسن مني. ومن غير تفكير امر جنوده ياخدوه يرموه من فوق القصر، ومات سنمار. ومن هنا جه المثل: Und dank ist der Weltlohn جزاؤه جزاء سنمار. يعني لما حد يبذل مجهود كبير وفي الاخر ياخد اسوأ رد. في النهاية عايزة اقولك ما تبقاش زي الملك النعمان اللي رد الاحسان بالاساءة. لو حد عمل معاك خير حتى لو بسيط احفظه وقدر تعبه، وما تردش الحاجة الحلوة بالظلم، لانه في النهاية اللي بيظلم دايما بيتسجل اسمه، بس مش بالطريقة اللي يتمناها. تشوس.